بعد اسبوعين حرفيا 128. اولا انا من اسكندريه مش في القاهره خالص. شفت دكتور احمد بالصدفه جدا وانا بقلب على الفيسبوك، وبعدين دخلت بقى شفت فيديوهات وهو بيتكلم. الحقيقه كان شخص يعني هايل، طمني جدا بالفيديوهات بس. فقررت ادخل ابعت له على الماسنجر، وقلت لو رد اوكي يبقى تمام هكمل السكه دي، لو ما ردش يبقى خلاص. كنت الساعه 3 الفجر مبدئيا. المهم رديت فعلا عليا، كانت الساعه 9 الصبح. سالتكم على الاماكن والمواعيد كده وظبطت ميعاد وجيت. انا عامله حسابي ان انا جايه اتعرف على المكان يعني والدكتور، ومش هعمل عمليات. انا اصلا حد بيخاف من العمليات والابر، وبكره المستشفيات وبكره حياتي كلها بالحاجات دي. بعدين بقى دخلت الدكتور احمد، قعدنا نتكلم شويه. كنت عندي طبعا خايفه زي اي حد، لان انا عمري ما دخلت عمليات في حياتي ولا خدت بنج ولا عملت اي حاجه يعني. قعدت اتكلمت معاه شويه. في اخر القعده اعطوني ورقه دخول المستشفى وطلعت عادي جدا. اللي هو اوكي اتفقت بقى على كل حاجه، وبعد كده وحددت ميعاد العمليه ورحت العمليات. يعني لغايه دلوقتي مش مصدقه ان انا عملتها. وانا المستشفى تحفه جدا. انا اكتر حاجه عجباني فيكم السيستم بجد. ده بجد مش بهزار. عندكم سيستم، كل حد بيعمل حاجه هو عارف هو بيعمل ايه فيه.